بعد ما نجح اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية، تساءل البعض: ما هي المنطلقات الفكرية لهذا الفكر الذي يعد أيديولوجية أكثر تطرفا والنسخة الأكثر عنفا من الناحية السياسية أو غيرها؟ تعود قصة اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام إلى مؤسس الفاشية وصانع الفاشية، والذي كان مهندسا بامتياز. لم يكن مهندسا في التنمية الاقتصادية، لم يكن مهندسا في الإصلاح السياسي، لم يكن مهندسا في الأداء المجتمعي، بل كان مهندسا متخصصا في القضاء على الديمقراطية. هو الفاشي والإيطالي بينيتو موسوليني. في العام 1883 وفي قرية فريدابو بشمال إيطاليا ولد بينيتو موسوليني، ومنذ نشأته كان فاشيا بامتياز وكان فوضويا. كان ينتهج العنف في كافة مناحي الحياة، لدرجة أنه في بداية دراسته أو في المدرسة ضرب زميل له بمقص. كان بينيتو موسوليني يتبنى الأفكار العنيفة، وكان بيحب الحرب جدا، لدرجة أنه في الحرب العالمية وهنجيلها دلوقتي كان من المؤيدين لهذه الحرب. موسوليني لم يكن شخصية عادية، ولكن هذه الشخصية التي غمست أوروبا بأسرها في ظلام دامس على مدار سنوات حكمه كرئيسا لوزراء إيطاليا. كان بيميل إلى فكرة ونظرية ويؤمن تماما بنظرية أنه يجب مصادرة أموال الأغنياء وتقاسمها مع الفقراء. موسوليني أسس إلى حركة اسمها الفاشية، والفاشية مستمدة من كلمة لاتينية هي فاسيز، وفاسيز تعني حزمة العصي المربوطة، والتي كانت ترمز إلى القوة في عهد القيصر. دائما ما كان ينتهج موسوليني احتكار الوطنية، وكان يتهم خصومه دائما بأنهم أعداء لهذا الوطن. موسوليني في العام 1903 يتم القبض عليه في سويسرا بتهمة إشعال ثورة ضد الأغنياء والمناداة بمصادرة أموال الأغنياء وتقاسمها مع الفقراء، ثم يعاد ترحيله من جديد إلى إيطاليا. وبعد خروجه من السجن يبدأ فصلا جديدا في حياة الدكتاتور والفاشي موسوليني. موسوليني صحفيا في العام 1912، محررا صحفيا بجريدة أفانتي. واستخدم موسوليني الكتابة الصحفية في تشكيل وعي من يراهم يمكن أن ينضموا إلى هذه الأيديولوجية، وبدأ في مداعبة الذين يحبون الفوضى ويحبون العنف وينتهجون نهج الحرب. ولكن في النهاية موسوليني كان يجد أن هناك تباطؤ في حياته وتباطؤ في تحقيق آماله وطموحاته ولقائه بمن يحب، فوجد أيضا في حركة أطلقت على نفسها اسم حركة المستقبليين. والمستقبليين حركة تؤمن بالعنف وتؤمن بالحرب، ونستعير مصطلح لبعض منتسبي هذه الحركة يقول أن الحرب هي نظافة العالم. هذه الحركة كانت تؤمن بالعنف قولا واحدا، وهذه الحركة انضم إليها موسوليني. أغسطس 1914 الحرب العالمية الأولى، ابتهج المستقبليون بالحرب، إنها حرب ودمار، ولكن الكل يرفض هذه الحرب، حتى الشيوعيين داخل إيطاليا والاشتراكيين داخل إيطاليا يرفضون هذه الحرب. عاد المستقبليون الذين ينتمي إليهم موسوليني أيديولوجيا، وإن كان ينتمي سياسيا إلى هذا الحزب الاشتراكي، ولكن دعوته للحرب وكتاباته أن الحرب لابد منها ولابد من إيطاليا أن تدخل هذه الحرب كان سببا في إزاحته من الحزب، وتم فصله من هذا الحزب. وحينما تم فصل موسوليني من هذا الحزب لم تكن هي نهاية، بل كانت بداية جديدة وفصلا جديدا. بدأ موسوليني في التوجه إلى المستقبليين والتوسع في علاقاتهم، إلى أن أسس الصحيفة الجديدة البوبلو إيطاليا، وكانت بتمويل من بعض أصحاب الأراضي والمصانع الذين يؤيدون الحرب. وبدأت الحرب، وانخرط موسوليني في هذه الحرب حتى أنه كان بنفسه داخل هذه الحرب، وظل يراسل الصحيفة وأيضا يقاتل في سبيل هذه الحرب. في فبراير تحديدا من العام 1917 يعود موسوليني من الجبهة مصابا، وينتظر عودة باقي الجنود كي يؤسس معهم الحركة الفاشية.
وبالفعل بدأ في تأسيس حركته الفاشية وسماها الحركة الفاشية. هنا نتحدث عن أيديولوجية سياسية، ولكن الذين يؤمنون بالعنف لابد أن يكون لهم جيش. بالفعل بدأ أيضا في تكوين الجيش أو الميليشيات التي ستكون بذرة لجيش موسوليني، وأطلق عليها اسم القمصان السود. ومع أول اختبار بعد العام 1919 وكانت ثورة لينين الشيوعية والتي بدأت تنتشر في أرجاء عديدة من العالم، وكان هناك خوف أن تمتد هذه الثورة إلى إيطاليا. ومع دخول العام 1920 كان هناك عدة إضرابات للعمال، واشترك قرابة 1,200,000 عامل في عدة إضرابات داخل إيطاليا، ولم تكن الحكومة قادرة على مواجهة هذه الإضرابات. وهنا يظهر المنقذ، ويظهر من يقول أنه القادر على رأب هذه الثورة. موسوليني وحركة القمصان السود تبرع في القضاء على هذه الثورة، وبالفعل قضى على إضرابات العمال وعلى الثورة التي كان الملك يخشى أن تنتشر في أرجاء إيطاليا. وبالفعل حرقوا قيادات الشيوعية وأيضا داهموا المنازل، حتى أصبح موسوليني مقربا من نظام الحكم. بعدها بعام في العام 1921 موسوليني نائبا بالبرلمان الإيطالي. وكان شعار موسوليني في رأب هذه الثورة هو: كل شيء ينهار، كل شيء ذاهب إلى الانهيار، ولكني أنا منقذكم. في 15 مايو من العام 1921 موسوليني نائبا بالبرلمان ومعه عدد قليل للغاية من أعضاء الفاشية نوابا بالبرلمان، ولكن موسوليني لا يؤمن بالديمقراطية والفاشيون لا يؤمنون بالديمقراطية. أكتوبر من العام 1922 30,000 من أعضاء القمصان السود من ميليشيات الحركة الفاشية ينتشرون في أرجاء روما، يحتلون محطات للقطار وأيضا مؤسسات حكومية. ويطلب موسوليني علنا من الملك فيكتور أن يقوم بتعيين موسوليني رئيسا للوزراء. على مدار اليومين كان هناك مداولات، وكان هناك التفكير والأخذ والرد، وكان الملك يستطيع أن يسحق هذه الحركة. ملك يمتلك جيش، يمتلك شرطة، ويمتلك شرعية، ولكن خشي الملك وخشية الزمرة الحاكمة في هذا التوقيت من اشتعال ثورة وعودة الشيوعيين من جديد أو إحداث حرب أهلية. فكان الرضوخ لانقلاب موسوليني وللقمصان السود وللحركة الفاشية، وأعطى الملك لموسوليني الجائزة الكبرى، أرفع منصب في إيطاليا، رئيس الوزراء. لم يكتفي موسوليني بذلك، لأن أنت رئيس وزراء ولكن معك برلمان، وممكن النظام البرلماني الأغلبية البرلمانية توجه موسوليني، ولكن الفاشيون والديكتاتوريون لا يجيدون أن يتعاملوا في مناخ ديمقراطي. في 6 إبريل من العام 1924 وكانت الخطة هي ضرب أول رجل يخرج من لجنة انتخابات، وضربه ضربا مبرحا، والتهمة ويعلن ذلك أنه لم ينتخب الفاشيين. كانت عبارة عن تخويف، أيضا من ضمن البروباغندا ومن ضمن أدوات الدكتاتور هو التخويف. وبالفعل زورت الانتخابات تزويرا فجا وتزويرا واضحا، وأصبح الفاشيون أغلبية في البرلمان. وكانت أصوات المعارضة يتم قمعها أولا بأول، إلا أصوات بعض البرلمانيين، وعلى رأسهم كان جياكومو ماتيوتي، وكان نائبا بالبرلمان، وصرخ بالبرلمان وقال إن ما حدث في 6 إبريل من العام 1924 من تزوير فج للانتخابات ولإرادة الشعب الإيطالي لهو جريمة سياسية ولابد من إعادة الانتخابات. وكان جياكومو ماتيوتي يمثل صداعا لموسوليني، ولكن مع الفاشيين ومع موسوليني وأمثاله العنف دائما هو الحل. بالفعل تم اختطاف جياكومو ماتيوتي، وبعد شهرين من اختفاء جياكومو ماتيوتي وجدت جثته خارج روما. كل أصابع الاتهام تشير إلى النظام الفاشي وإلى حكومة موسوليني. وفي كافة الأنظمة السياسية حتى وإن كانت هي الفاعل للجريمة السياسية، دائما ما يخرج المسؤول لينفي
ويبعد التهمة عنه خوفا من السقوط الشعبي. ولكن مع الفاشيين الأمر مختلف، فخرج موسوليني وقال: وأنا وحدي أتحمل المسؤولية. كانت مفاجأة للجميع، ولكن هو نوع من أنواع الإصرار على انتهاج العنف والإصرار على إعلان العنف والتخويف لكافة المعارضين. بالفعل تم وبشكل كبير القضاء على أي معارضة، ثم بعد ذلك كانت إزاحة القضاء، وأزاح القضاة الذين يحاكمون قتلة ماتيوتي، وبدأ يسيطر على القضاء بشكل كامل، وبدأت بعد ذلك السيطرة على الصحافة. لم يكن مسموحا لأي صحيفة أن تنتقد موسوليني أو حكومة موسوليني أو الحركة الفاشية، بل لن يسمح ولم يسمح إلا لمن يثني ويصفق ويهلل لموسوليني وموسوليني تحديدا. حتى الأطفال بدأ في تلقين الأطفال وتغيير المناهج العلمية. كان موسوليني هو بطل هذه المناهج، حتى أنه يستطيع أن يقول: أستطيع أن أقول لك أنت في صفحة كذا في العام الدراسي كذا. وبدأ تلقين الأطفال، وبدأت السيطرة التامة، ودانت الدنيا ودانت إيطاليا بأكملها إلى موسوليني. ولكن هل نجح موسوليني؟ النتيجة كانت إخفاقا اقتصاديا، إخفاقا يتلو الإخفاق. ولكن نادى موسوليني في الجموع والحشود الذي كانت تحشد إليه، وكان يتم حشدها عن طريق عمال المصانع وعمال السكة الحديد وأيضا باقي مؤسسات الدولة، ونادى فيهم وقال لهم: إن إيطاليا الفاشية الآن أصبحت متماسكة ولن تنكسر بفضل الدوتشي. إيطاليا الفاشية الآن أصبحت فريقا، باتت منظمة بشكل جيد بجميع أشكالها ولا يمكن كسرها. أطلق على نفسه الدوتشي، والدوتشي هنا بمعنى القائد. دوتشي 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 كان هو هتاف الجماهير المصطنعة أيضا لهذا القائد أو الدوتشي موسوليني. لم تكن أي صحيفة تستطيع أن تذكر أي سلبية من سلبيات النظام، ولا الإخفاق الاقتصادي، ولا الانهيار السياسي والمجتمعي وغيره، بل أن الفاشيون كانوا يقتحمون كافة المنافذ التي تبيع الصحف المعارضة، وقاموا بحرق هذه المنافذ وحرق هذه الصحف المعارضة لبينيتو موسوليني. قالوا أن موسوليني تلميذ هتلر، ولكن الحقيقة أن هتلر هو من تعلم من موسوليني. موسوليني الذي تولى إدارة شؤون إيطاليا في العام 1921 لم يكن هتلر في هذا التوقيت يحكم ألمانيا، بل أنه في يناير من العام 1939 بدأ أيضا هتلر في تقليد موسوليني في عمل انقلاب من خلال كتيبة النخبة، واستولى على شؤون البلاد في هذا التاريخ. ومع كل الخطابات والهتافات والحشود الجماهيرية التي كانت تجتمع لموسوليني، ولكن لا زال الانهيار الاقتصادي مستمر، والفشل الاقتصادي مستمر، وأيضا الإخفاق السياسي والانهيار المجتمعي مستمر. البطالة تزداد، التضخم يزداد. لم تشهد إيطاليا إخفاقا اقتصاديا وفشلا اقتصاديا مثل ما رأته مع حكم الدوتشي أو موسوليني، فكان لا بد من الحل. والحل هنا لم يكن بحلول اقتصادية ناجعة يمكن أن تؤدي إلى تقليل البطالة وتقليل معدل التضخم، ولكن كان الحل في الشوشرة والتشويش على المواطنين، ولم يكن هناك حلا وبدا من الحرب. العنف مرة أخرى هو الحل. 3 أكتوبر من العام 1935 بدأت الحرب، واختار أثيوبيا أن تكون هي الموقعة وهي الحرب، احتلال أثيوبيا. موسوليني بدأ بحشود عسكرية وبجيشه التحرك إلى أثيوبيا لاحتلالها. كان يظن أنها رحلة ترفيهية، وكان يظن أنها حربا يسيرة يمكن أن يؤديها في خلال أيام معدودة ويعود بطلا منتصرا تحمله الجماهير من جديد على الأعناق، ولكنه وجه بمقاومة شديدة من الأثيوبيين. كانت مقاومة شديدة جدا من الجانب الأثيوبي، أوقعت في صفوف الإيطاليين بعض الخسائر، ولكن لم يستسلم موسوليني، ولكن عاد من جديد. ولكن في هذه المرة استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، والتي تم تحريمها بعد الحرب العالمية الأولى. أكثر من 300 طن من غاز الخردل السام استخدمها موسوليني في حربه ضد الأثيوبيين.
وكانت حربا صعبة ليست من السهولة بمكان كما توقعها دوتشي، ولكن أعلن انتصاره على حساب آلاف الجثث، سواء كان من الجانب الإيطالي كان مئات الجنود قتلى وجرحى، ومن الجانب الأثيوبي أكثر من 400 ألف بين قتيل وجريح. لم يعبأ بكل هؤلاء وعاد إلى إيطاليا منتصرا وكأنه حقق إيطاليا القيصرية. وكان موسوليني في اختياره لأثيوبيا كان له مغزى، لأن أثيوبيا ذاتها هي من هزمت الإيطاليين في إحدى المواقع في العام 1896. ولكن عاد موسوليني وهتف في الحشود الجماهيرية أننا الآن نحقق إمبراطورية إيطاليا. إثيوبيا أصبحت إيطالية. في العام 1938 بدأ هتلر في احتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا، ليعلن في العام 1939 بداية الحرب العالمية الثانية. كان جيش إيطاليا في هذا التوقيت منهكا من حربه في إثيوبيا، وأشار الجميع إلى موسوليني من كل المقربين إليه من مستشاريه ألا يدخل الحرب العالمية، لأن الجيش لا يستطيع الدخول لهذه الحرب، ولكن العقلية المستبدة لا تستمع إلا لعقلها وفقط. ودخل موسوليني الحرب وبدأ في الدخول في جبهتين في وقت واحد. بعت قوات إلى مصر لاحتلال قناة السويس الممر الملاحي الأهم، وأيضا احتل اليونان. ولكن استطاع الجيش اليوناني أن يقدم درسا لموسوليني في المقاومة، وبدأ الجيش الإيطالي في التقهقر من جديد. ثم هزائم لموسوليني في شمال أفريقيا. لم يظهر موسوليني بعد، اختفى موسوليني. أين ذهب موسوليني؟ لن يجده أحد. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن قوات الحلفاء تقتحم وتحتل إيطاليا عن طريق صقلية، والبداية كان 150 ألف من الجنود تحتل إيطاليا، واستقبلهم الإيطاليون بالورود، وكانوا يصاحبون المحتلين. صاحبوا الغزاة نكاية في الطاغية موسوليني، واختفى موسوليني عن المشهد ولم يعد يخطف في الجماهير، ولم تعد الجماهير تحتشد لموسوليني. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المجلس أو مجلس النواب أو ما يطلق عليه المجلس الفاشي الذي يحتوي على أغلبية من الفاشيين، اجتمعوا وأتوا بموسوليني وطرحوا الثقة به. كان يأمل موسوليني ومتخيل أنه سيتم تجديد الثقة في موسوليني، وسيكون هناك بعض الخطابات التي تقول لا تتنحى يا موسوليني ونحن معك، وسير يا موسوليني ونحن وراءك. ولكن كانت المفاجأة سحب الثقة من موسوليني. ولم يتوقف أيضا الأمر عند هذا الحد، بل تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في أحد المستشفيات أو في إحدى المستشفيات العسكرية على قمة أحد الجبال في إيطاليا. لم يكن موسوليني وحيدا في هذا السجن أو الحبس إن جاز لنا التعبير، بل كان له حليف هو أدولف هتلر، الذي قام بعملية إبرار جوي نوعية، وقام بإطلاق سراح موسوليني. والمشهد أمامنا جميعا الآن على متن طائرة من قوات النخبة التي اصطحبت موسوليني إلى هتلر، واستقبله هتلر. وهنا تحول وتبدل التلميذ إلى أستاذ والأستاذ إلى تلميذ، وقال موسوليني أنا هنا لأتلقى الأوامر. وبالفعل عينه هتلر على إحدى الأراضي التي كان قد احتلها في أعقاب الحرب العالمية، ولكن لم يستطيع موسوليني الحفاظ على هذه الأرض، وسقطت هذه الأرض في يد القوات المعادية لموسوليني وهتلر. لم يكن أمام موسوليني إلا الهرب، والهرب في زي جندي نمساوي مع عشيقته كلارا بيتاتشي. ولكن على الحدود النمساوية التي كان يريد الفرار إليها تم القبض والتعرف على الوجه الإيطالي الشهير بينيتو موسوليني. أقيمت له المحاكمة على الفور، وكانت تهمته الخيانة العظمى وإعدامه رميا بالرصاص هو وبعض حلفائه وبعض قياداته هو وكلارا بيتاتشي. وبالفعل تم تنفيذ الحكم على بينيتو موسوليني بإطلاق الرصاص عليه واصطحابه إلى ميلان، وتم تعليقه وتعليق
الأعضاء الذين تم إعدامهم معه من الفاشية ومن القمصان السود، وكانت هي النهاية، وكانت نهاية الفاشية، أو على الأقل نهاية مرحلة من مراحل الفاشية. لم ينتهي الأمر بعد، ولكن إلى الآن هناك من يقول أن إيطاليا في عهد موسوليني كانت أقوى بكثير مما كانت عليه بعدها، وهناك من إلى الآن يزورون قبر موسوليني، وهناك من إلى الآن يقومون برفع صور موسوليني ويصنعون له التماثيل ويقولون أن إيطاليا الفاشية أفضل بكثير مما كانت عليه بعدها. في النهاية تبقى الفاشية صناعة موسوليني، ويبقى موسوليني هو من غمس إيطاليا بل أوروبا بالظلمات وفي الحروب.